1000 برميل نفط يوميا، واللي تسبح على ثروات طائلة طبيعية أو غيرها، واللي الساكنة نتاعها ما تجاوز 6 إلى 7 مليون، تعيش على أقل من 2% من مساحة ليبيا. ليبيا طبعا دائما عبر التاريخ كانت متأثرة ومؤثرة في جوار. نذكروا أنه 52 الاستقلال كان بقرار أممي، نذكروا أيضا أنه لوكربي والحصار أيضا كان بقرار أممي، 2011 كان أيضا فيه تدخل وقرار دولي وأممي، مسار جنيف وتونس وصخيرات وغيرها كان فيها العامل الدولي. ففي كل هذه المحطات نلاحظ أن العامل الدولي عامل مؤثر في ليبيا، ولكن الحديث حول الرجدير فيه طبيعة خاصة، لأنه أولا هو معبر، مش مجرد معبر، هو شريان حيوي يمر منه تقريبا 6 مليون مواطن، يمر منه تقريبا حوالي مليون عربة نفعية في السنة. فيه على الأقل مع تونس فقط نتحدثوا في تقريبا حوالي 18 مركز حدودي متقدم وأكثر من 70 نقطة ساخنة. تحدثوا النقاط الساخنة للتجارة الموازية، تحدثوا على تهريب المحروقات والسلاح والبضائع، تحدثوا على الجماعات العنيفة والمتطرفة، تحدثوا على تهريب المواد الخطرة والممنوعة. كل هذه مخاطر أعتقد أنه من واجب الدولة في تونس وفي ليبيا التصدي لها. تركيباتها الاجتماعية، نعرف التركيبة الاجتماعية في الحدود التونسية الليبية ما يعبر عنه بجبل نفوسة، يعني أساسا تركيبة متكونة من خليط من الأمازيغ والعرب واللي عاشوا لمدة طويلة في حالة انسجام وتعاون. يراد اللعب على هذا الوتر بشكل من الأشكال لإثارة نعرات يعني طائفية. وأنا قلت حتى في كتابي الأخير ليبيا العميقة دراسة كاملة حول تشظي السلطة السائبة، لأنه لما تتشظى السلطة وما يكونش فما مسك معناها من أجهزة الدولة، طبعا المسك ما نش نتحدثوا على المسك الجائر، لكن المسك وفقا القوانين وفقا السلطة المركزية التي تنظم هذه المسائل، يصبح كل